ما يصلح قضاء، لا يصلح في الصوم أن الإنسان يقضي هو قضاء وهو نافلة، ما يصير، هو إما قضاء وإما نافلة، يعني القضاء فرض وهذه نافلة، كيف يكون اليوم محلا للفرض والنافلة؟ لا يصلح أبدا. لا يمكن أن يكون قضاء ويكون نافلة في الوقت ذاته، وإنما هذا فعل الكسالى اللي يبون أجر النافلة ويبون مع القضاء. لا، ما يصلح هذا أبدا. أعظم موعظة تنزل على القلب كلام الله. إذا ما تأثرت بكلام الله عز وجل لو تناطحت الجبال بين عينيك لن تتأثر، لأن كلام الله عز وجل ما أثر فيك. يا أخواني، يسأل دائما الإنسان نفسه: ما هي الآية التي أحيت قلبي؟ ما هي الآية التي استوقفتني؟ ما هي الآية التي تدبرتها فتأثرت بها وبكيت عندها وعالجت قلبي؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.